يخفي الجزء الأكبر من قوته العسكرية. والأغرب يا صديقي إن حتى دولة الكيان اللي بتقول إنها قادرة تسمع دبة النملة لحد النهاردة بتصرح وبتقول إن هي مش قادرة تشوف الصورة كاملة لحجم القوات المسلحة المصرية. وصل بيهم الحال إن قادة الكيان زي شارون وباراك ونتنياهو لما كانوا بيقابلوا المسؤولين الأمريكان كانوا دايما يسألوهم إيه نوعية السلاح اللي بتتسلح بيها مصر، ودايما كان على لسانهم كلمة واحدة: خدوا بالكم إن الأسلحة دي بتمثل خطر على إسرائيل. شغل قديم ومعروف قوي، لأنهم عندهم فكرة من زمان أو عقيدة راسخة إن عدد قوات الجيش المصري كبير، فلو كمان اتزود بأسلحة حديثة كده هيبقى في اختلال في توازن القوة اللي هم مش عايزينه. والتقرير ما وقفش لحد هنا، اتكلم كمان على علاقة مصر بالدول الأخرى زي كوريا الشمالية، وإنها كانت بتعقد صفقات لشراء صواريخ أرض خطيرة جدا، اللي اعتبروا الكيان تهديد مباشر ليه، لأن الصواريخ دي ممكن تغير موازين القوة